لو نفسك تعملي قرص فلاحي هشة وطرية واسفنجية يبقى الفيديو ده ليكي. احذفي كل الفيديوهات اللي انت شفتيها قبل كده عشان هتعملي قطعة دوناتس تطلع معاكي هشة وطرية وتحفة يا جماعة. ريحتها كانت قلبة الدنيا كلها، طرية طراوة. لو قعدت عندك اكتر من 3 ايام هتلاقيها طرية وجميلة، والشمر واليانسون ريحته كان قالب الدنيا كلها. تعالوا نعمل شوية قرص فلاحي عسلية زي متابعين ام حمزة العسلية. يلا بينا لايك وشير ونصلي على حضرة النبي ونشوف الفيديو بتاعنا هنعمل فيه ايه. معايا نص كوبايه من الزيت. هاخد الزيت اسخنه كويس جدا، واهم حاجه الزيت يكون ريحته حلوه. بعد ما الزيت سخن نزلت بمعلقتين شمر، معلقتين ينسون مغسولين ومتحمصين، و4 معالق من السمسم. هنقلبهم ونركنهم على جنب. محتاجه كوبايه من اللبن الرايب، ما عنديش فجبت كوبايه لبن حليب دافيه، حطيت عليها معلقه كبيره من الخل. هقلب الخل مع اللبن ونركنه على جنب. كوبايه ميه دافيه ومعلقه سكر وكيس خميره فوريه، هنقلبهم مع بعض ونركنهم على جنب عشان نتاكد ان الخميره بتاعتنا نشطه. تعالوا نحضر المواد الجافه. معايا كيلو دقيق نخلاه، ربع معلقه صغيره من الملح، ونص معلقه كبيره بيكنج باودر عشان احنا في الصيف، لكن لو احنا في الشتاء هنحط معلقه كبيره مليانه. هنحط كوبايه من السمنه، ويا سلام بقى لو سمنه بلدي بتخلي القرص في حته تانية خالص. ونزلت بالخليط الزيت والشمر واليانسون، بقلبهم مع الدقيق، وبعد كده بنزل بالمواد السايله. نزلت باللبن اللي انا روبته، ونزلت كمان بالخميره بعد ما اتاكدت انها نشطه. واهم حاجه بقى عشان القرص تقعد معاكي طريه، الناس اللي بتشتكي ان القرص تاني يوم بتلاقيها ناشفه كده معاها، اللي انت ما عجنتهاش وما خدمتهاش كويس وانت بتعجنيها، فلازم تعجنيها كويس جدا. واخر حاجه بحط معلقتين كبار من القشطه. اعجني الكلام ده كله كويس، وشوفي بقى العجميه اللي في ايديكي دي مش قرص فلاحي، دي عجميه. شايفين ما شاء الله تبارك الله، عجينه ريحتها خطيره والملمس بتاعها طري وتحفه التحفه، ما شاء الله تبارك الله، خطيره. ببدا ان انا اكورها كده، وجبت الصجان بتاعتي دهنتها دهنه خفيفه من السمنه علشان هي دي اللي بتخلي القاع بتاع القرصه لونها ذهبي وحلو. بعد ما رصيت الكور كده في الصينيه، ببدا ان انا ابططها زي ما حضرتك شايفه كده. اخدت قطعه من العجينه فردتها كده، وهحشيها جبنه براميلي. بصراحه طعمها كان خطير. القرصه بالشمر باليانسون مع الجبنه البراميلي كانت مديه تيست حلو جدا. بعد ما فردت العجينه بحط كده حته الجبنه بفردها، وبعد كده بلفها رول وبقطعها بالسكينه. طبعا لازم تقفليها كويس عشان الجبنه ما تطلعش منها. حلوه جدا، جربيها هتعجبك جدا. بقفلها بقى كويس، وبعد كده جبت معلقه من السمسم حطيتها كده تحت العجينه، وببدا الف عليها العجينه، بتبقى العجينه كلها سمسم وجميله وحلوه جدا. قطعتها وبحطها في السجون مع القرصه. اهم حاجه بقى التخمير. هنسيب القرص بتاعتنا تختمر، نغطيها ونسيبها تختمر. هتبصي تلاقيها قلبظت كده وعليت، يبقى هي كده تمام. هنسخن الفرن درجه حراره 200، ندخلها في الرف الوسطاني 10 دقايق بالظبط، ما تطوليش اكتر من كده علشان القرص ما تنشفش. اول ما بتطلع قطعه من الزبده، وببدا ان انا ادهن الوش كده، بتخلي القرص ريحتها حلوه، وكمان بتخليها طريه وجميله. فوضه منديه، يعني بلتها ميه كده وعصرتها وخليتها يعني ايه منديه، وبغطي القرص بتاعتي لمدة 10 دقايق، بتخلي القرص طرية وحلوة جدا. تعالوا بقى شوفوا الجمال والحلاوة والريحة، كانت قلب الدنيا كلها. شوية قرص فلاحي عجمية، دي قطعة دونس مش قطعة قرص فلاحي. تحفة يا جماعة. انا متأكدة ان انتي لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها من حلاوتها وطعمتها، وهكتبلك كل المقادير في صندوق الوصف. شوية قرص عسلية يا متابعين ام حمزة العسلية. شايفين الباتيه بالجبنة؟ تحفة تحفة تحفة. كوباية شاي بلبن او كوباية شاي سادة، وكلي بقى وادعيلي. شايفين التسوية ما شاء الله تحفة. اشوفك بقى في وصفة جديدة. ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.